بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابني وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن الدرس الثاني، تغير القيم المكانية في المفهوم الأول. قبل ما نتكلم عن تغير القيم المكانية لأي عدد معين لازم أعرف شوية حاجات. العشرة قدامها صفر واحد، المية صفرين، الألف تلات أصفار، 10,000 أدي 10 والألف أحط تلاتة، 100,000 أحط صفرين والألف أحط تلاتة، مليون ادي واحد وقدامه ممتاز جدا 6 اصفار، 10 مليون ادي العشرة والمليون احط بعد كده 6 اصفار ممتاز جدا، 100 مليون ادي المية والمليون قدامه 6 اصفار برافو عليك، المليار واحد قدامه كام صفر ممتاز جدا، سامع بيقول 9 اصفار ممتاز يا بطل. قلنا هنا المليون هو اصغر عدد مكون من 7 ارقام والمليار هو اصغر عدد مكون من 10 ارقام. طيب دلوقتي هنبدأ نتعرف على تغير القيم المكانية. ألاحظ هنا كمثال كده تغير القيم المكانية للرقم 4 في العدد ده. بص كده العدد ده وحدات ألوف ملايين، يبقى 4,444,444. تعال نبص مع بعض نشوف ازاي هتغير قيمة الأربعة كل ما تتحرك حركة واحدة اتجاه اليسار. باستخدام جدول القيمة المكانية يمكننا إيجاد قيم مختلفة للرقم 4 اللي هو 4,444,444 كما يلي. 4 أحاد، قيمة الرقم 4 في الأحاد 4 زي ما هي. ليه مثلا لو أنتوا قلت 4 في 1 هتساوي 4. قيمة الرقم 4 في العشرات، 4 في العشرات تبقى 40. ليه؟ لأن 4 في العشرات يعني قدامها صفر واحد تبقى 40. قيمة الرقم 4 في المئات، المئات يحط لنا 4 ويحط لها صفرين، لأن لو ضغط 4 في 100 هتساوي 400. قيمة الرقم 4 ده في الألوف، 4 في الألوف يبقى 4 أهي، والألوف يبقى نزل 3 أصفار. لو قلنا 4 في 1000 هيديك 4000. طيب قيمة الرقم 4 في عشرات الألوف، أنزل الأربعة، عشرات يبقى أنزل صفر، الألوف يبقى أنزل 3 أصفار. قيمة الرقم 4 في مئات الألوف، أدي 4 مئات الألوف، مئات يبقى أحط صفرين والألوف أنزل 3 أصفار. قيمة الرقم 4 في الملايين، 4 في الملايين أنزل الأربعة، الملايين يبقى أحط قدامها 6 أصفار. تعال نبص كده إيه اللي لاحظناه في التغيير بتاعنا؟ لاحظنا الأربعة كل مرة قيمتها تتغير، كل مرة بتزيد. يعني كانت الأول 4 40 400 4000 40000 400000 4 مليون. يعني لاحظنا عند تحرك الرقم لمسافة واحدة باتجاه اليسار على جدول القيمة المكانية فإن قيمته تساوي 10 أضعاف قيمته بالخانة السابقة. يعني الأربعة في العشرات قد الأربعة في الآحاد 10 مرات، والأربعة في المئات قد الأربعة الموجودة في العشرات 10 مرات، وهكذا يعني. فاداني مثال قيمة الرقم 4 في المئات تساوي 10 أضعاف قيمة الرقم الموجود في العشرات، لأن قيمته تتغير من 40 إلى 400. بص كده كل مرة بيزود مين؟ كل واحدة بتزيد عن الثانية عن قبلها 10 أضعاف. يعني يعني الأربعة هنا هتزيد عن دي 10 أضعاف، واللي هنا بتزيد عن اللي قبلها 10 أضعاف، كل واحدة بتزيد عن اللي قبلها كام؟ 10 أضعاف. فعشان كده بنلاحظ إن قيمة الرقم بتتغير كل ما اتحركنا حركة ناحية اليسار، كل حركة بتزيد 10 أضعاف. مثال ما قيمة كل مما يلي؟ 8 في عشرات الألوف، أنزل الثمانية، عشرات بنزل صفر، الألوف يبقى أنزل 3 أصفار يعني 80,000. 3 في الملايين، أنزل التلاتة، الملايين قدامه كام صفر؟ مليون، ممتاز. قال لي 6 فأقول له 1 2 3 4 5 6 يبقى 3 مليون. طب 60 10 دي مختلفة شوية، لا أقول لك مش صعبة ولا حاجة، ركز شوية تلاقي نفسك حلتها. بنزل ال 60، كلمة 10 دي أمشيها وحط بدل منها صفر يبقى 600. يعني 60 10 يديك كام؟ 600 جنيه. تعال ناخد سؤال تاني. أكمل 10 أضعاف العدد ده، 10 أضعافه يعني بيتضرب في 10، يعني بقول له 316 أضربهم في 10، بنزل ال 316 وأحط صفر. يعني حل هنا أهو زي ما احنا شايفين اللي هو 1160. 100 ضعف العدد ده، 100 ضعف العدد ده سهل جدا، يعني انزل العدد زي ما هو واحط له كام صفر كمان؟ احط له صفرين، يعني العدد ده 820,000. طب
1000 ضعف العدد ده، نفس الكلام كأني بضرب في ايه؟ كأني بضرب ده في ده، بنزل العدد زي ما هو واحط له ايه؟ 3 اصفار، يعني ايه؟ 453,000. ممتاز جدا اللي بيحل معايا. مثال 3، 1000 بتساوي كام 10؟ ال1000 اللي فيها كام 10؟ بص هنا دي عاوز احولها لعشرات. طب كلمة 10 دي ال10 قدامها صفر واحد، يعني تمشي صفر. بص كده مشي صفر كده، يعني 100 10 يساوي 1000. تعال نفهم أكتر. 1000 فيهم كام 100؟ ال100 قدامها كام؟ قدامها صفرين، يعني الصفرين دول يضربوا على الصفرين دول، يعني 10 مئات هيديك كام؟ هيديك 1000. يعني أبص هنا، يعني عيد تاني الكلام، أدي 1000 ودي 10. ال10 قدامها صفر واحد فمشي من دي صفر، ال100 قدامها صفرين فمشي من دي صفرين. طب بس السؤال هنا اتغير شويه، ولا اتغير ولا حاجه، هو ركز شويه تلاقي الموضوع سهل. بنزل 56 1000، بنزل 3 اصفار، يعني غير شكلها بشكلها الجديد اهو. طب دي عاوز احولها ل 100، كلمه 100 تخبي كام صفر من دول؟ اطير صفرين، يبقى اطير صفرين من دول، يبقى الحل كام؟ 560. ممتاز. تعال نحل السؤال ده. 3 ملايين، يعني احط 6 اصفار. ممتاز. احول دي 1000، عاوز ال 3 ملايين احولها للالوف، يعني عاملها بالالاف بس. طب ال1000 دي فيها كام صفر؟ فيها 3، تعال نطير 3، يبقى الحل كام؟ اهو 3000. اختر رقما بين 1 إلى 9 واستخدم هذا الرقم لإكمال جدول القيمة المكانية ثم أكمل ما يليه. طب هنختار مثلا رقم مولي 1 ل 9 5. فوق الرقم اللي اخترناه اللي هو 5. 5 في الآحاد أهو، يبقى أعمل 5. قيمة الرقم 5 في الآحاد هتساوي 5 زي ما هي. قيمة الرقم 5 في العشرات أنزل 5 عشرات يبقى أحط لها صفر. قيمة الرقم 5 في المئات 5 مئات يبقى أحط كام صفر؟ ممتاز جدا، لأقل صفرين. قيمة الرقم 5 في الألوف 5 في الألوف يبقى أنزل كام صفر؟ أنزل 3 أصفار. ممتاز جدا. قيمة الرقم في عشرات الألوف أدي 5 عشرات يبقى أنزل صفر. الألوف يبقى أحط كام صفر؟ ممتاز جدا، لأقل 3 أصفار. يبقى هنا إيه؟ لاحظنا إن الخمسة في كل خانة كل ما تحرك اتجاه اليسار هتزيد 10 أضعاف الرقم اللي قبليها. يعني 5 في الآحاد أقل من 5 في العشرات ب 10 أضعاف. يعني هنا إيه؟ 5 في المئات بتزيد مين؟ عن 5 في العشرات 10 أضعاف، وهكذا. 2 ما قيمة كل ما يلي؟ 2 في العشرات 2 زي ما هي، عشرات يبقى أحط صفر واحد. 7 في المئات أنزل السبعة، المئات يبقى أحط كام صفر؟ ممتاز جدا، أقل صفرين. 8 في الألوف بنزل الثمانية واحط 3 اصفار. برافو. 1 في الملايين ادي 1، الملايين قدامهم كام صفر؟ ممتاز، بقى 6 1 2 3 4 5 6. برافو عليك. طيب 3 في عشرات الملايين بنزل الثلاثة عشرات يبقى صفر. الملايين كام صفر؟ ممتاز، قال لي 6 1 2 3 4 5 6. 9 في المليارات بنزل التسعة، المليارات كام صفر؟ 9 اصفار. ممتاز، ادي 3 واعمل 3 كمان، وادي الثلاثه ايه الاخيره بتاعتي. 2 في عشرات الالوف 2 عشرات يبقى صفر. الالوف كام صفر؟ ممتاز، اللي قال 3. 5 في مئات الملايين ادي 5، مئات يبقى صفرين، الملايين يبقى احط كام صفر؟ 6 اصفار. ممتاز. 3 اكمل كما بالمثال اداك هنا ايه؟ 30 10 بنزل ال 30 10 يبقى احط الصفر بدل كلمه 10. اللي بعدها 810 بنزل ال 800 اهم، كلمة 10 أشيلها أحط إيه؟ أحط صفر. ممتاز. 665 10 بقول له 665 زي ما هما، وال 10 يبقى أزود صفر. يبقى 20 100 20 100 بنزل 20 و100 يبقى أحط صفرين، يبقى 2000. 700 100 بنزل ال 700 وكلمة 100 يبقى أحط صفرين. برافو عليك. 500 10 بنزل 500 10 يبقى أنزل إيه؟ صفر واحد بس، يبقى 5000. 60000 ادي ال60 و1000 يبقى انزل 3 اصفار. ممتاز. 80000 ادي ال80 وال1000 كام صفر؟ برافو عليك اللي بيحل معايا، قال 3 اصفار. 114000 انزل 114000 يبقى احط 3 اصفار. برافو عليك، ممتاز. 4 اكمل كمان بمثال، اداك مثال حله. 10 امثال عدد ايه؟ 7. 10 امثال يعني نزل السبعه واحط لها صفر.
10 أمثال عدد 2 أنزل الاتنين وأحط لها صفر، ممتاز جدا. 10 أمثال عدد 28 يبقى أنزل ال 28 أحط لها إيه؟ أحط لها صفر، برافو عليك. 10 أمثال ال 43 بنزل ال 43 وأحط لها إيه؟ صفر، يبقى إيه؟ 430، ممتاز. 10 أمثال عدد 140 بنزل ال 140 وأزود إيه؟ صفر، يبقى 1400. 10 أمثال عدد 320 بنزل ال 320 وأزود إيه؟ صفر، يبقى العدد بتاعنا كام؟ 3200. 10 أمثال عدد 190 بنزل 190. 10 أمثال يبقى زود صفر كمان يبقى 1900. أسئلة امتحانات الإدارات. 1. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 10 أمثال عدد 7 بنزل السبعة. 10 أمثال يبقى أحط صفر، يبقى الحل كام؟ 70، برافو عليك. 3 عشرات أنزل التلاتة. عشرات يبقى أحط إيه؟ صفر، يبقى الحل كام؟ 30، ممتاز. 250 100 أنزل 250 وكلمة 100 أمشيها وأحط كام صفر؟ أحط صفرين، برافو عليك، يبقى 25000. رقم 4. 10 أمثال العدد ده أنزل 430. 10 أمثال يبقى زود صفر كمان، يبقى إيه؟ 4300. فين 4300؟ رقم ب، ممتاز جدا. 500 10 بنزل 500 أهي، و10 أزود صفر كمان. عاوز أحول ال 5000 دي ال 100. ال 100 دي هتطير كام صفر؟ هتطير صفرين، يبقى الحل كام؟ ممتاز، أنا سامع حد بيقول لي 50، برافو عليك. 6. 540 بتساوي 45 إيه؟ دي عندها صفر، صفر ده إيه اللي عندها صفر؟ 10 ولا 100 ولا 1000 ولا غير ذلك؟ 10، ممتاز. 7. العدد نقط يساوي 100 ضعف العدد 200 اللي هو مين؟ ممتاز، يعني ازود ده على كام؟ ازود عليه كام صفر؟ صفرين كمان، يبقى عنده 4 اصفار. اللي اسمه ايه اللي عنده 4 اصفار؟ ممتاز جدا، اللي قال لي 20000، يبقى رقم د. 8. مع عمر مبلغ 4500 جنيه وبعد عامين تضاعف المبلغ الذي معه الى 10 اضعاف. يعني اتضرب في كام؟ اتضرب في 10، يعني زود صفر كمان، يعني الرقم بتاعنا اهو هنزل 4500 وازود له صفر، يبقى الحل كام؟ يبقى 45000، يبقى رقم ب، ممتاز. ده لازم هما اتنين يكون نفس ايه؟ ارقام. ده 2010 بنزل 2000 عاديه اهي، 10 يبقى ازود صفر يبقى 20000. دي كام برضو؟ 20000، يبقى هما الاتنين مالهم؟ يساوي، ممتاز جدا اللي بيحل معايا. 2. اكمل. 32000. كلمه 1000 دي هتطير كام صفر؟ هتطير 3، يبقى الحل 32، ممتاز. العدد نقط يساوي 10 امثال العدد ده. 10 امثال يعني متضرب في 10، يعني اللي هو كام؟ اللي هو 280. ج. 10 امثال العدد ده اللي هو 890000. 890000 اهو، 890 و1000 ثلاث اصفار، و10 امثال روح مزود صفر كمان، يعني هو الحل بتاعنا كام؟ 8,900,000. 500 10 بنزل 500 و10 بزود صفر كمان. 17 100 بنزل ال 17 و100 بزود صفرين، ممتاز. 10 كلمة 10 دي أطير كام صفر من دول؟ صفر واحد بس، برافو عليك، يبقى الحل كام؟ ممتاز، إلا اللي 170. 670 100 100 يبقى أحط صفرين، برافو عليك. 1000 يبقى أطير 3 أصفار، يبقى الحل كام؟ 67، ممتاز. احنا كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ربنا يفرحكم بأولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.